المغرب هتلاعب مصر، لو مصر صعد التالت لا نطلع احسن، نطلع احسن. ده كسبانين اسبانيا والبرازيل، هنلعبهم يعني نعمل بيهم ايه؟ احنا ناقصين يا جماعه؟ احنا ناقصين ستات تاني؟ ما خلاص كفايه، لا نطلع احسن. حظوظ مصر في الصعود وصدام المغرب ومصر في حاله ان الاثنين لعبوا بعض. المغرب بعد ما كسبت البرازيل زي ما قلنا امبارح، لطشت البرازيل واسبانيا وداست عليهم فعصتهم تحت. اصبح كده المغرب صعدت رسميا 6 نقاط. كده كده مفيش حد في المجموعه دي هيوصل ل6، لان خلاص المغرب هتلاعب المنتخب المكسيكي اللي عنده نقطتين. حتى لو خسرت المغرب هتصعد اول لا قدر الله يعني. بص بقى على المجموعه اي وبي اللي هتاخد منهم المغرب الثالث اللي هيصعد منهم، يعني اي وبي هيصعد منهم ثالث. الثالث ده لازم يلاعب المغرب الاول. طيب مجموعه مصر بتقول ايه بقى؟ مجموعه مصر بتقول لك ان اليابان عندها 6 نقاط، الشيلي عندها 3، نيوزيلندا عندها 3، مصر عندها 0 وعليها 3 أهداف. تخش بقى في الحسبة، خش في الحسبة. عندك اليابان هتلعب مع نيوزيلندا، اليابان هتخبطها أقل شيء 2-0. حلو حلو. ان خبطتها 2-0 هيتوقف رصيدها عند 3 نقاط. بعدين مصر والتشيلي، لو مصر كسبت تشيلي 2-0 مصر صعدت تالت. لو كسبنا تشيلي مصر هتصعد تالت ان شاء الله. ليه بقى؟ لان هيبقى مصر 3 نقاط وتشيلي عندها ايضا 3 نقاط ونيوزيلندا عندها 3 نقاط. هيصعد منهم 2، واحد هيصعد تاني وممكن احنا نخش في الحسبة، محدش عارف كرة القدم، والتاني هيصعد تالت ويصطدم بالمنتخب المغربي. في كلا الحالتين المغرب اي تالت هتاخده من المجموعة دي هتاكله. يعني المغرب كده مش في دور ال16، لا ده هي في دور ال8 خلاص من دلوقتي كده. بعد الفوز على البرازيل هي بقت في دور ال8 رسميا. ليه؟ قول لي ليه. اولا اذا لعبت تشيلي او مصر او نيوزيلندا، يعني انتوا محدش هيتوقع النتيجه دي غيري انا. يعني محدش يتوقع النتيجه دي غيري انا، ملك التوقعات. ملك التوقعات اللي هيتوقع النتيجه دي. لو المغرب لعبت مصر او لعبت نيوزيلندا او لعبت تشيلي، ما في واحد يتوقع التوقع اللي انا هتوقعه. تخيل. فاذا المنتخب المغربي عينه على مجموعه اي وبي، مجموعه مصر ومجموعه اللي بعد مجموعه مصر المجموعه الثانيه. فان شاء الله كده احنا خلاص كده كده طايرين، الا اذا خدمنا الحظ وصعدنا تاني. لو تاني ارحم شويه، لو تاني هنروح نلاعب واحد تاني زينا في مجموعه يكون غلبان شويه. واحنا على فكره يعني مفيش مشكله، ممكن برضو يمكن الحظ يجي معانا، حد عارف. هي كره القدم عودتنا كده. المهم ان صدام ممكن يحصل ما بين مصر والمغرب، وهل ده محتمل ولا مستحيل؟ انا شايف بنسبة كبيرة جدا المنتخب المصري بعد ما شاف اخوه المغربي بيكسب البرازيل واسبانيا هيجوا مطلعين الفرعوني اللي جواهم وهيخشوا على تشيلي يقول لك احنا مش احسن من المغاربه. وانتوا عارفين المصريين بقى في الكلام، احنا مش احسن من المغاربه، هم مش باربع ايدين ولا بيلعبوا ب3 رجلين، لا ده احنا زيهم. ده احنا في مصر غلبنا منهم واحد بس، البرازيل غلبت منهم 2 واسبانيا غلبت 2. يعني احنا اقوى من البرازيل واقوى من اسبانيا. فهتبص تلاقي بقى الفرعوني طلع من اللعيبه المصريه قدام تشيلي ودب دب دب كسبناها 3 او كسبناها 2. هوب اخبط اضرب مصر والمغرب في دور ال16. خلي بالك المواجهه دي يخافوا منها المغرب. اسمع مني انا، شوف المغرب بتكسب البرازيل وبتكسب اسبانيا مش هيبقوا ضامنين الفوز. اما اذا لعبوا نيوزيلندا او تشيلي اقسم بالله اخواتي المغاربه هيبقوا ضامنين الفوز بنسبه 99%. ولكن اذا لعبوا منتخب مصر الضعيف، المنتخب التعبان العيان اللي لا يصلح لكره القدم، ممكن يقول لك لا ابعدنا عن مصر. لانه عارف، والله الضحك هيموتني، لانه عارف ان احنا ما بنلعبش كوره، احنا مش هنلعب. هم عارفين احنا بنكسب ازاي. فهنبص تلاقي الماتش هيبقى فيه مشاكل كبيره جدا، وممكن تبقى سنه سودا بعد ما يكسبوا البرازيل واسبانيا ويروحوا على المكسيك يجرجشوها. مصر، مصر تعمل. اخلص ضحك وارجع لكم يا جماعه عشان